الراجل ده كان نازل من عربيته بيتكلم في التليفون ومشغول جدا ومش واخد باله شنطته وقعت في الارض. ففي بنت جايه من بعيد لقت الشنطه فجريت وراه. قالت له: يا عمو، الشنطه بتاعتك وقعت. شكرها وطلع لها فلوس مكافأة لها. البنت رفضت ومشيت وسابتهم. البنت جريت وراحت على محل كبير بيبيع حلويات. طلبت كيكه معينه فسالت صاحبه المحل على سعرها، فقالت لها السعر. بصت في الفلوس اللي معاها لقت الفلوس قليله. في نفس الوقت الراجل وبنته ماشيين قدام المحل ده فدخلوا. فالبنت اول ما شافتهم جريت، فهم خرجوا ومشيوا وراها لغايه لما وصلت لحد بيتها. دخلت البيت، اخدت الاكل من على السفره وراحت علشان تاكل جدتها. اب طلع وراها هو والبنت ودخلوا البيت لقوها بتاكل جدتها. فالبنت حكت لهم حكايتها ان والدها توفى فوالدتها سابتها ومشيت، والنهارده كان عيد ميلاد جدتها علشان كده خرجت تشتري لها تورته. باباها وخرجوا واشتروا التورته ورجعوا وعملوا احلى احتفال وفرحوهم واسعدوهم. جميل انك تفرح غيرك وتسعده طالما انت تقدر على